السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب جريد 6. برحب بيكم من كل مكان. معاكم مستر عبد الرحمن مدرس الماس، والنهارده انا جاي اعمل لكم حاجة جميلة جدا جدا جدا. هحل معاكم اكسرسايزز على درس الكومبيرنج اند الاوردرنج راشونال نمبرز. هحل معاكم ان شاء الله اكسرسايزز على شابتر 2 الليسون اللي قبل الاخير على طول، اللي هو درس الكومبيرنج. تعالى كده في 5 دقايق بالظبط نحل مع بعض اهم الاسئلة. طيب طبعا اول سؤال بيقول لك حط جريتر ذان اور ليس ذان اور ايكوال. انا حبيت احل على الدرس ده نظرا ان الدرس ده كان فيه بعض الحاجات اللي محتاجه تركيز شويه، فطبعا لو انت ما اتفرجتش على فيديو الشرح روح اتفرج عليه الاول وبعد كده تعالى لي. يلا بينا. هنا جايب لك نيجاتيف هاف وبعد كده بيقول لك زيرو. اكيد طبعا الزيرو جريتر ذان اي نمبر نيجاتيف وانت مغمض كده، يبقى الزيرو اكبر من اي نمبر نيجاتيف. طيب هنا عندي ده 3 اوفر 2 وده 1 اوفر 2. قلنا معلومه معلش افكرك بيها تاني، الفراكشن ده اللي فوق اكبر من اللي تحت. ركز، الفراكشن ده اللي فوق اصغر من اللي تحت. اي فراكشن في الدنيا اللي فوق لو اكبر من اللي تحت بيبقى جريتر ذان الفراكشن اللي بيكون اللي فوق اصغر من اللي تحت. يعني ايه؟ يعني مش الفراكشن ده في اللي فوق اكبر من اللي تحت يبقى هو اللي اكبر من الفراكشن ده. اقول لك ليه؟ بص بقى، طالما هنا النوميريتور جريتر ذان الدينومينيتور فده معناه ان الفراكشن ده جريتر ذان 1، وهنا طالما ان النوميريتور ليس ذان الدينومينيتور فده معناه ان الفراكشن ده ليس ذان 1، يبقى اكيد مين اللي اكبر؟ اكيد ده. تمام؟ طيب هنا طبعا ممكن احط زيرو، مفيش اي مشكله عندي، عشان هنا يبقى عندي بعد الديسيمال 2 ديجيتس وهنا بعد الديسيمال 2 ديجيتس. طبعا هنا عندي 70 وهنا عندي 65، يبقى اكيد دي اللي اكبر. في اي مشكله كده في الكلام ده؟ طيب سؤال زي ده لما تلاقي ديسيمال مع فراكشن، طبعا هقول معلومه حلوه قوي لكل طلابي وحبايبي الشاطرين. لو لقيت ديسيمال مع فراكشن، مش كل المسائل بتحول الديسيمال لفراكشن او الفراكشن لديسيمال. يعني ايه؟ يعني لما اجي اجيب لك مساله مثلا يعني ديسيمال مع فراكشن، تمام؟ لما اجي اجيب لك مساله ديسيمال مع فراكشن بس يكون واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف، يبقى وانت مغمض اكيد البوزيتيف اكبر من غير ما تحول. طب هنا بقى بص بقى، مش دي نيجاتيف 1.6؟ ادي النيجاتيف اهو، هحول بقى الديسيمال لفراكشن اسهل واخلي دي 16 اوفر 10 زي ما انت عارف. هنا عندي الدينومينيتور 10 وهنا عندي الدينومينيتور 5، فانا ممكن اروح اعمل هنا تايم 5 سوري تايم 2 تايم 2. ادي يا شباب الناس اللي نايمه، ادي تايم 2 تايم 2، يبقى هنا عندك النيجاتيف ينزل 8 تايم 2 يبقى 16 اوفر 10. طبعا هنا طلع دي نيجاتيف 16 اوفر 10 ودي نيجاتيف 16 اوفر 10، يبقى يطلعوا في الاخر ايكوال. وطبعا خلاص ممكن مفيش افكار تاني قوي. تعالى مثلا هنا، تعالى هنا في السؤال الاخير ده، هنا عندك دي 1 ودي 1 خلاص، يبقى عايزين نشوف ال 2 اوفر 3 اكبر ولا ال 4 اوفر 5. طبعا دول اللايك دينومينيتور زي ما انت عارف، ممكن نخليهم لايك ازاي؟ بص بقى نعمل ايه. طبعا ممكن تعمل لدي تايم 5 وهنا تايم 5، وتيجي هنا لل5 تعمل لها تايم 3 وهنا تايم 3 عشان تخلي الدينومينيتور زي بعض. 3 تايم 5 يبقى 15 وعندك 2 تايم 5 10 وال1 ينزل، هنا ال1 ينزل وعندك 5 تايم 3 15 وعندك 4 تايم 3 12. طبعا ده اللي هيكون جريتر ذان. في اي مشكله؟ خلاص خلاص. طيب نخش مع بعض على سؤال زي ده، ممكن يكون بيلخبط بعض الطلبه وبتكبر الموضوع قوي فيه، ولكن الاسئله الحمد لله بسيطه جدا. بيقول لك 3.7 جريتر ذان مين وجريتر ذان مين؟ اكيد ال 3.7 دي جريتر ذان 3.6 مثلا. هو بيقول لك ال 3.7 جريتر ذان مين؟ يعني حط هنا اي حاجه اصغر. طب وهنا حط اي حاجه اصغر من 3.6. يا عم لو حطيت 3 صح، يا عم لو حطيت 2 صح، لو حطيت 0 صح، ما تكبرش الموضوع. طيب الهاف اكبر من مين؟ الهاف اكبر من مين؟ الهاف اكبر من الكوارتر مثلا. الهاف اكبر من الزيرو يا عم. طب والهاف ليس ذان مين؟ يا عم الهاف ليس ذان مين مثلا؟ ليس ذان ال 3 كوارترز. ال 3 كوارترز معروفه ان هي اكبر من الهاف، او ليس ذان ال1. ما تكبرش الموضوع، الموضوع سهل. طب تعالى هنا في النيجاتيف عشان انت بتلخبطه. دي نيجاتيف 4.8، عايزين نجيب حاجه اكبر منها. واحد يقول لي نيجاتيف 4.9، لا غلط. ما انت عارف في النيجاتيف كل ما بتكبر النمبر كانك بتصغره. يعني نيجاتيف 4.8 عايزين حاجه اكبر منها، ممكن نقول له نيجاتيف 4 اكبر. عايز حاجه اكبر تاني ممكن نقول له نيجاتيف 3 مثلا. تمام؟ طيب نيجي لسؤال الاوردر، عشان انا عايز ابقى حلت لك على كل الافكار ان شاء الله. سؤال الاوردر يعني انت بتروح ترتب ascendingly، يعني من الليست للجريتست، وديسندنج من الجريتست للسمولست. طيب هنا هو بيقول لك رتب من الليست للسمولست. انت عايز اصغر حاجه،
اكيد اصغر حاجه في دول النيجاتيف وانت مغمض، يعني اكيد اصغر حاجه النيجاتيف، يبقى ده وده وده. مين اصغر واحد؟ تعالى كده نشوف. واحد طبعا مش فاهم هيروح يقول لك عامل لارج دينومينيتور، لا مش محتاج يا بابا، ده نيجاتيف 3 وشويه، افهمها زي ما انا بقولها كده احسن، ده نيجاتيف 1 وشويه، ده نيجاتيف 2 وشويه، يبقى اصغر حاجه نيجاتيف 3 وشويه، عشان نيجاتيف كل ما يبقى اكبر كل ما بيكون اصغر. طب مين بعدها؟ بعدها يكون نيجاتيف 2 اند هاف. طب مين بعدها؟ بعدها يكون نيجاتيف 1 اند 7 اوفر 8. يعني انا عايز اقول لك ان في مسائل بتبقى سهله. بعد كده خلاص ال 1.4 واكبر حاجه طبعا ال 2.1. ولو كان قال لك من الجريتست للسمولست كنت هبدا بده، بعد كده ده، بعد كده ده، بعد كده ده، بعد كده ده. تمام؟ طيب خلاص الاوردرنج ما فيهوش مشكله. طيب مساله زي دي عشان مهمه جدا حبيبي، لما يجي لك مساله زي دي فراكشنز بالشكل ده، يبقى انت وظيفتك يا حبيب قلبي ان انت لازم تخلي الدينومينيتورز كلها زي بعض. ليه بقى؟ لان دي كلها اصلا بروبر فراكشن. طيب انت عندك دي 2 وعندك دي 12 وعندك دي 4 وعندك دي 3، يبقى ايه رايك كلهم هنخليهم كام؟ هل ينفع كلهم يبقوا 4؟ اكيد لا. ال 3 عمرك ما هتعرف تخليها 4. تمام؟ ال 12 مش هتعرف تخليها 4، فانت بتختار نمبر ينفع عليهم كلهم. والله انا شايف ان انا هختار ال 12، يعني كلهم اخليهم 12. طب بالراحه بقى، مش انت هتخلي كله 12؟ طب تعالى لي ركز معايا الله يكرمك، عشان دي احلى طريقه ممكن تحل بيها السؤال. مش انت هتخليهم 12؟ يلا اعمل هنا تايم 6، ال2 محتاجه تايم 6 فوق وتايم 6 تحت. يلا يلا 1 تايم 6 يبقى 6 و2 تايم 6 يبقى 12. نكمل حبيب قلبي ركز معايا الله يكرمك. 11 اوفر 12 مش هعمل فيها حاجه. تمام؟ 3 اوفر 4 اعمل لها طبعا ال4 محتاجه تايم 3 تحت وطبعا تايم 3 فوق. 3 تايم 3 يبقى 9، 4 تايم 3 يبقى 12. بعد كده هنا هعمل تايم 4 وفوق اعمل تايم 4. 1 تايم 4 يبقى 4، 3 تايم 4 يبقى 12. في اي مشكله كده في الكلام؟ بعد كده الموضوع بيكون سهل بقى. هو كان عايزك ترتب ازاي؟ معلش نرجع للسؤال انا اسف. كان عايز من الجريتست للليست، من الكبير للصغير، يعني descending. مين اكبر حاجه؟ اكيد 11 اوفر 12. بعد كده مين اصغر؟ 9 اوفر 12. بعد كده مين اصغر؟ 6 اوفر 12. الموضوع بقى سهل بقى. بعد كده مين اصغر حاجه؟ 4 اوفر 12. لو انت سبت المساله كده للاسف مش هتاخد الدرجه كامله. امال اعمل ايه؟ ارجع كل حاجه لاصلها. يعني ايه؟ تعالى افهمك. بص بقى كده معايا حبيبي المحترم. 11 اوفر 12 كان اصلها في السؤال 11 اوفر 12، يبقى تكتبها 11 اوفر 12. 9 اوفر 12 كان اصلها في السؤال 3 اوفر 4، تكتبها 3 اوفر 4. 6 اوفر 12 كان اصلها في السؤال 1 اوفر 2، تكتبها 1 اوفر 2. 4 اوفر 12 كان اصلها في السؤال 1 اوفر 3، تكتبها 1 اوفر 3. بس يعني انت بعد ما ترتب رجع كل حاجه لاصلها، ودي كده اللي انا عايز الايه المصحح يشوفها طبعا. تمام؟ طيب يا محترم يا ابو الرجوله يا درجه اولى، تعالى بقى اخر حاجه خلاص احلها معاك وشكرا. ازاي نجيب find two rational numbers between 2 over 3 and 5 over 6؟ بص بقى نعملها ازاي دي. اول حاجه لازم نخليهم لايك، فايه رايك نمسك دي نعمل لها تايم 2 وفوق نعمل لها تايم 2. يلا يلا اصحى. 2 تايم 2 يبقى 4، 3 تايم 2 يبقى 6. في اي مشكله كده في الكلام؟ طيب بعد كده عندك 5 over 6 زي ما هي. طبعا لما اجي اقول لك هات لي اللي بين 4 over 6 و 5 over 6 هتقول لي والله يا مستر ما اعرفش، وروح كبر الفراكشنز. يعني يا عم اعمل تايم 3 تايم 3. تمام؟ تايم 3 تايم 3. من حقك. عايز تعمل تايم 5 اعمل، عايز تعمل تايم 10 اعمل براحتك. يلا 4 تايم 3 يبقى 12، 6 تايم 3 يبقى 18. ها 6 تايم 3 18، 5 تايم 3 15. مين اكبر؟ ال 15. تمام؟ تعالى دي للديسيمال، مع اننا قلناها قبل كده. ادي نيجاتيف 3.7 هحط لها 0، وهنا نيجاتيف 3.8 هحط لها 0 عشان اعرف اشتغل. ايه اللي بين نيجاتيف 3.70 ونيجاتيف 3.80؟ عندك نيجاتيف 3.71، عندك نيجاتيف 3.72، عندك نيجاتيف 3.73. وبكده الحمد لله نكون خلصنا الامتحان بتاعنا. حل الاكسرسايزز بتاعتنا. طبعا ممكن تحل الامتحان ده وتبعت لنا الانسر بتاعته من غير اي مشكله. ولو انت طبعا طالب موجود معانا على الزوم ميتنج او شغل الاونلاين طبعا، فتقدر كمان تستفسر عن نظام الاونلاين ده بالنسبه للطلبه الجديده ان شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو البسيط ده. بالتوفيق ليكم ان شاء الله، وانتظروني في اخر درس في شابتر 2. مع السلامه.